اضطرت أمي هي كمان توافق، وتمت جوازتي من طارق، وسكنت مع حماتي، وسبت دراستي ومكملتش ثانوية عامة. مع مرور الوقت بدأت الحياة اليومية تأخذ مجراها. في البداية كان كل شيء جديد، كنت بستمتع بكل لحظة مع طارق رغم إننا كنا نعيش مع حماتي اللي كانت دايماً تراقبنا. لكن مع مرور الأيام بدأنا نواجه تحديات جديدة، والمسؤوليات بقت أكبر، وظروف طارق المادية كانت سيئة جداً. رغم كل ده كنت أحاول التكيف مع الوضع الجديد وأتكيف مع حياتي كزوجة. وبعد مرور 6 شهور جواز، حماتي ابتدت تضغط عليا بسبب تأخر موضوع الخلفة، وفضلت أنا استحملها واستحمل كلامها اللي بيضايقني. وحصلت مشاكل كتير قوي لحد ما خلفت ابني محمد. ساعتها المصاريف زادت جدا، وجوزي ما بقاش قادر يصرف علينا لأنه بيصرف على حماتي معانا، فبقى يرجع من الشغل متعصب، اشتغل أكتر من شغلانة، وللأسف اتغير قوي وبقى متصاحب على شلة مش كويسة، وبيجي يضربني. تعبت منه ومن أمه، وحسيت خلاص ممكن أعمل حاجة في نفسي. قررت أبعد عنهم خالص واتطلق، وفعلا اتطلقت ورجعت بابني البيت أهلي، ونفسيتي ارتاحت قوي. ولما ارتحت وقعدت أفكر، عرفت إني فعلا ما كنش المفروض أتجوز طارق وأسيب تعليمي. أديني دلوقتي محتاجة أشتغل عشان أصرف على ابني، مين هيرضى يشغلني؟ فضلت شايلة الهم، لأن طارق بعد ما طلقني ما سألش في ابنه ولا بيصرف عليه. اضطريت أدور على شغل كتير، لكن محدش كان راضي يشغلني عشان مكملتش تعليمي، لحد ما لقيت شغلانة في مكتبة بتبيع كتب للقراء والمثقفين. صاحب الشغل رضي يشغلني، وكانت شغلانة بسيطة بهتم بالكتب والناس اللي بتيجي تقرأ، وكانت بداية جديدة بالنسبة لي. وفعلا اهتميت بشغلي قوي وحبيته، وبقى عندي حب للقراءة. قرأت كتب كتير قوي في المكتبة، لدرجة إن أي حد بيجي يشتري ممكن أشرح له الكتاب قبل ما يشتريه، أو أرشح له كتاب معين يفيده. ومرت الأيام، وفي يوم كنت قاعدة بشتغل في المكتبة زي كل يوم، لقيت واحد جه يشتري كتاب وقال لي: لو سمحتي فين الكتب عن الشعر والأدب؟ قلت له: هناك. ابتسم وقال لي: شكرا، اختار كتاب. وقال لي: انتي عارفة إني كنت بدور على الكتاب ده بقالي فترة ومش لاقيه. أنا ما كنتش أعرف المكتبة دي، واضح إن ده مش هيكون آخر تعامل بينا. قلت له: إحنا عندنا هنا كل الكتب، حضرتك أي كتاب تحتاجه إحنا تحت أمرك. قال لي: شكرا، أصل زي ما انتي عارفة كتب الهواة صعب تلاقيها، خاصة حاجة زي الشعر مش كل الناس بتهتم بيها. وفضل يكلمني عن نفسه، وإن دي هوايته المفضلة، وإنه أحياناً بيكتب قصائد شعر، وإنه فعلاً شخص موهوب. وقعد يسمعني جزء من شعر هو اللي كاتبه، وبصراحة انجذبت له من أول ما كلمني، وبقى كل كام يوم يجي المكتبة. وأنا بصراحة كنت مبسوطة قوي، عشان بقالي كتير نفسي أحس إن في حد ممكن يحبني